القصيم السعودي. ده القصيم السعودي. ميه بلح يا جماعة. زمزم كبير. ميه زمزم والله. يا فندم. والبلحه دي كده كفايه بقى يا حاج محمد، كفايه كده. التشكيل طب بقى. وصلت لي كده بننزل المحصول بتاعنا من شهر 9 نبدا فارتينه على الارض. في سكر خفيف، في سكر تقيل. ايه اللي بيخلي بلحه صغيره وبلحه كبيره؟ دي طريه شويه دي طريه شويه وملحمه. وملحمه، شايفين؟ اللي انا عندي كل اكتر من ده؟ 40 شكل، كل شكل يعتبر نخله يعني. احنا ده بلح الموسم بتاع السنه دي. احنا في ميدان عبده باشا، الميدان هناك اهو قدام المحطة. وهنا الحاج محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حاج محمد، اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وبصحة، ويا رب دايما منور الدنيا كده. تسلم لي يا فندم. تسلم. ربنا يخليك. عايزين تسمح لنا ان احنا نتفرج بقى على الحاجات الموجودة عندك. وتتعامل كمان. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلم لي، تحت امرك. شوف حضرتك نبدأ منين؟ زي ما انت عاوز. النواشف وفي الطريق. النواشف ده من زراعتنا من هنا. من هنا. من هنا ما شاء الله. والنواشف في حاجه اسمها فواخر. اللي هي دي. ايوه. دي فواخر. دي فواخر. ما شاء الله شكلها زي الفل من جوه، ما شاء الله. طبعا البلح اصلا عندي ده بلح السنه دي. اه احنا ده بلح الموسم بتاع السنه دي. احنا كل سنه بننزل هنا في العباسيه ولينا عبده باشا. في ميدان عبده باشا. طبعا البلحه دي عشان لحميه تقيله شويه فبتتفتح بصعوبه. زي الفل ما شاء الله. شوفوا يا جماعه البلحه من جوه عامله ازاي. دي بكام دي يا حاج محمد؟ دي ب 55. دي فواخر ودي فواخر. ها كل ده تشكيل. انا عندي اكتر من 40 شكل، كل شكل يعتبر نخله يعني. والله. طب ايه الفرق بقى يا حاج محمد؟ الاطعمه. يعني في الاشكال المختلفه دي سواء من 40 45 55 بتختلف في الاحجام، لكن الجوده واحده. جوده واحده لكن يعني حجم البلحه هو اللي بيفرق. في نفس الوقت برضو اللحميه، لو في هنا لحميه خفيفه، في هنا لحميه خفيفه، في هنا لحميه تقيله، في هنا لحميه تقيله. واغلب البلح كله مسكر. كله مسكر. انا عاوزك بص حضرتك تفتح اي واحده وتدوقها بنفسك. يا جماعه ما شاء الله زي الفل، شايفين؟ وطعمها رائع ما شاء الله. الله يبارك لك يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. والله زي الفل ما شاء الله. والاسعار دي كلها هي اسعار السنه اللي فاتت، ما اختلفتش فيها جنيه الحمد لله. يعني بتبيع بنفس اسعار السنه اللي فاتت. نفس اسعار السنه اللي فاتت. الله يبارك لك. الحمد لله. والزباين كلهم يشهدوا بكده يعني الحمد لله. انا شايف 55 يعني احنا بنشوف ارقام غريبه. طب انا شايف احنا قلنا ايه الفرق في الحجم صح؟ يا فندم. يعني ده كله الطعم واحد؟ الاطعمه مختلف. الاطعمه مختلفه، لكن السكر واحد. في سكر خفيف، في سكرها تقيل، في سكرها وسط. يعني مختلف انواعه يعني. فاهم ازاي؟ وهنا نفس الحوار ابو 45 نفس الحوار. طب انا شايف البلحه دي مختلفه شويه مع انها نفس السعر. يا فندم، بس البلحه دي حضرتك بقى تدوقها كده، دي تدوقها بنفسك كده. كفايه بقى. لا تدوق لازم عشان تعرف برضو الحاجه بتاعتنا عامله ازاي. دي طريه شويه. دي طريه شويه وملحمه بس الطعم رائع برضو ما شاء الله. الله يبارك لك. بصوا يا جماعه دي طريه شويه، دي كانت انشف وملحمه والطعم رائع. يعني دي وسط بين التمر والبلح. بالظبط كده. احنا التنشيف بتاعنا كله على الشمس. طبيعي. مش افراط. الافران دي بتداري عيب البلح. صحيح. فاهم ازاي؟ فاحنا اصلا بننزل المحصول بتاعنا من شهر 9 نبدا فارتينه على الارض لغايه ونقلب فيه وننشف فيه على الشمس لغايه شهر 11. من 9 ل 11 ما شاء الله. نبتدي ننزل من اول رجب. انا معود العميل بتاعي ان احنا بننزل من اول رجب. ما شاء الله. بنقعد رجب شعبان في دخله رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه رائع. انا دقت اهو
صغير كبير اللي عايز ما شاء الله. 55 جنيه اعتقد يعني سعر ده مش هنلاقيه. وفي الكميات يعني الشوال 45 كيلو. الشوال 45. يعني حضرتك لو جيت خدت شوال. الشوال اللي هو ده بنزل لك 2 جنيه في الكيلو. ده بيبقى كام كيلو يا حبيبي؟ 45 كيلو. 45 كيلو. بنزل لك 2 جنيه في الكيلو. 2 جنيه في الكيلو. يعني ممكن ناس تتشارك مع بعض او حاجه، او حد لو عايز حد يفرق. بالظبط كده. وبكيسهم له كيلوهات واقفلهم له على المكنه كمان. عادي جدا. كيلوهات انصاص 700 جرام. وده شامل السعر. ده شامل بالاكياس بكله. الله يبارك لك. زي الفل ما شاء الله ما شاء الله. طب ده اللي احنا شفناه ده كله يا جماعه اهو، ده 55. في كمان اقل 45. ده ب 45 بقى. الاحجام تقل. الاحجام تقل صغرت. تقل شويه. فاهم؟ بس نفس الطعم ونفس الجوده. يعني مثلا نشوف هنا بلحه دي هتلاقيها برضو ايه. انا عايزك خلاص بقى ما تفتحش. كفايه كفايه كده والله كفايه. يعني بس تقول بلحه برضو عشان تعرف لما تتاكد من طعم البلح ونظافته وشكله. ادي يا جماعه 45 تقريبا. مفيش فرق. مفيش فرق. هو الجوده واحده. مفيش فرق. جوده واحده فعلا. يعني هو الفرق في حجم البلح. حجم البلح. طب من باب الخبره بقى، اتفضل. ايه اللي بيخلي بلحه صغيره وبلحه كبيره؟ عمر النخله؟ لا طبيعه النخله نفسها. طبيعه النخله نفسها. يعني هي بتزرع بقى وتطلع زي ما هي عايزه. هي طبيعه النخله نفسها هي بتطلع المقاس ده. من البلد كده. من البلد بتطلع المقاس ده. لكن لو سيبناها شويه وبتاع لا. هي هي بيجي عليها موسم بعد مثلا كل 4-5 سنين كده. النخله يعني ايه ممكن تطلع الحجم الكبير ده تطلع اصغر شويه. مرحله يعني. ايوه زي مرحله انتقاليه كده. كانها في فتره نقاهه كده. ايوه بالظبط كده. بعد كده تبتدي بقى تشغل نفسها تاني. والحجم الصغير ده بيقلل السعر شويه. بيقلل السعر زي ما انت شايف كده. لكن الطعم واحد. انا بالتجربه يا جماعه الطعم واحد ما شاء الله. طب ليه بلحه سودا سمراء وبلحه فتحه؟ دي طبيعه البلحه. طبيعه البلحه. يعني مثلا البلحه دي اصلا محمره. لما خدت تنشيف في الشمس ادتني اللون ده. نفس الحوار برضو في الفواتح. بيبقى هي طبيعتها يعني بيبقى في البلح الاحمر دوت. بلح اللي هو الاصفر. فاهم ازاي؟ لما بيجي يتنشف يدي لك بقى من طبيعه الشمس ينشفه ويديله اللون ده. يعني اللون الاساسي هو اللي بيتحكم. لكن في فرق طيب في بين الغامق ده مثلا والفاتح في درجه السكر؟ لا تقدر بقى ايه؟ لا كفايه بقى. كفايه بقى. لا لازم. اتفضل يا فندم اتفضل. دي ناشفه شويه تبقى حلوه قوي. دي في اللبن في الطعم. الطعم واحد ما شاء الله. مفيش فرق يا جماعه والله. في حاجه بقى نواشف شويه. يعني دي برضو كده. لا كفايه بقى. لا لازم كفايه والنبي. لازم مش هينفع. كده سكر كتير. بصوا برضو يا جماعه اهي. ده بقى بعيد بس دي سكرها اقل. اخف شويه. ايوه دي سكرها تبقى اخف سكريه من الثانيه. يعني مثلا البلحه دي والبلحه دي كده. كفايه بقى يا حاج محمد. كفايه كده. انت بوظت لي كده دي طريه شويه. في نفس الوقت برضو هتلاقيها سكر. طعم واحد. بالظبط. دي اقرب حاجه ليها اللي هي البلحه اللي هي المليانه المكببه دي صح؟ ده يا جماعه 40 اهو. الطعم بالدواء اهو واحد. انا اشهد بهذا. والجوده زي ما حضراتكم شايفين مفيش بلحه طلع فيها حاجه ما شاء الله. ده 40 جنيه اهي. اشكال والوان. هو الفرق بس في الحجم. الله يبارك لك يا حاج محمد. ده بالنسبه للنواشف. الطري بقى ده الطري الوادي. ده الوادي. احسن حاجه صح؟ ده حضرتك
تدوق كده. ادي بص عشان افتح لك البلح اهي. شايفين البلحه من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله. ماشي الدوق دي بقى. طب هات بقى اللي انت فتحتها دي عشان ما نفتحش واحده ثانيه. ده عامل 70. رائع ما شاء الله. 70 جنيه يا جماعه. وفي كميات للتجهيز، الشنط لاي حاجه، في كميات كتيره. الكميات طيب بيبقى في سعر؟ السعر بيقل برضه نفس الحكايه. نفس الحكايه. وتكيس لهم وكل حاجه داخل شامل السعر. يعني ده شغل عميل ما شاء الله. زي كده. ده 750 جرام. فبكيسه له زي كده وبقفله له وبيجي ما شاء الله، ويجي ياخدهم متكيس وزي الفل. ويوزع على كده على طول. الله يبارك لك يا حاج محمد. ده الوادي يا جماعه كيلو ب 70 جنيه. دي كراتين على بعضها دي بقى القصيم السعودي. ده القصيم السعودي. ميه زمزم كبير. ميه زمزم والله. يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. دي بكام بقى يا حاج محمد؟ ديت ب 80. ب 80. والكبيره ال 5 لتر ديت. ال 5 لتر عامله 575. 575. ما شاء الله. ميه زمزم يا جماعه كمان. والرطب السكري 3 كيلو عامل 450. ده سعودي برضه؟ يا فندم. قسيم سعودي كله. بكام قلنا؟ 450. 450. وده بكام؟ المفتل السكري عامل 550. 550. المجدول السوبر جامبو حجمه كبير زي ما انت شايف كده. ده عامل 900 جنيه. اللي راح للسعوديه يا جماعه عارف ان دي اسعار عاديه جدا يعني. السعر ده بره عامل 1100 جنيه. 1100 جنيه. ازاي؟ في حاجه اسمها سباكه. سباكه 3 كيلو عامله 450 جنيه. 3 كيلو 450 جنيه. الراتب السكري الكيلو معلش ناكد عليهم ان السعر اللي قلناه ده دي الكرتونه 3 كيلو. 3 كيلو يعني 3 كيلو. قلنا دي مفتل 3 كيلو 550. 550. والراتب 450. ده 450. والكيلو بتاعه عامل 175. ده 900. وده قلنا ايه؟ ده حاجه اسمها سباكه عامله 450. 450. وده الراتب السكري اللي هو ده الراتب السكري 3 كيلو اللي هناك دوت. ده كيلو عامله 175 كيلو. ده المجدول الجامبو اقل حجما من ده. الكيلو عامل 235. 235 الكيلو. الكيلو بقى السوبر عامل 330. ده حجمه بقى كبير ما شاء الله. بكام؟ 330. 330 كيلو ما شاء الله. دي بلحه ليبي عامله 700 جنيه. دي ليبي 700 جنيه. ايوه 3 كيلو. 3 كيلو 700 جنيه 3 كيلو ما شاء الله. البرح السعودي ده سعودي 3 كيلو عامل 450 جنيه. 3 كيلو 450 جنيه. وفي لسه بقيه التشكيل لسه خلصان وهيجي تاني ان شاء الله ان شاء الله. زي نبتة علي، زي رشديه، زي سباق، زي صقعي، في حاجات كتير. ما شاء الله ما شاء الله. انا اول مره اشوف الحاجات دي هنا يعني. انا بشوفها في السعوديه وبنجيبها من اغلى من كده بكتير كمان. الحمد لله احنا بقالنا النهارده بتاع 10 سنين بننزل المنطقه كل موسم في رجب شعبان دخلت رمضان. معايا المستورد بتاعي بينزل لي الشغل ده كله ما شاء الله. سواء ميه زمزم سواء قصيم سعودي، فاهم ازاي؟ فكل ده حتى الطريق اللي هو البلح ده الحمد لله زبوننا عارف ان احنا شغلنا كله في الموضوع. الله يبارك لك يا حاج محمد. الله يخليك يا فندم. سواء البلح بتاعنا 40 و45 زي الفل. وطبعا لو حد عايز حاجه فخيره بقى البلح السعودي معروف. طبعا. فالله يبارك لك يعني موفر للكل. طبعا. ده بالاضافه لميه زمزم كمان. هيشربنا ميه زمزم في رمضان. ربنا يبارك لك يا حاج محمد. متشكرين لحضرتك. اتشرفت جدا بحضرتك وجزاك الله خير وكل سنه وانت طيب. وربنا يوسع ويبارك ويزيد يا رب. امين يا رب. ربنا يخليك. شاكرين فضلك. شكرا.